السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض المعمر يا حبايب قلبي. انا معايا علبة رز كده، جبتها وغسلتها كويس ونقعتها كده قيمة 5 دقايق. وبعد كده جبت الصواني بتاعتنا. معايا صينية كبيرة حطيت فيها شوية، والصينية التانية حطيت بقى باقي شوية الرز بتوعنا. ومعايا كده 4 كيلو لبن، جبتهم وغليتهم وحطيت عليهم كده معلقتين سمنة وحطيتهم، يعني سبتهم يبردوا شويه كده. وبعدين فضيت بقى الرز بتاعنا في الصواني يا حبايب قلبي. ومعايا 3 علب قشطه، ومعايا كيسين كده سمنه، علشان احنا دلوقتي عند حماتي تحت، وكلنا يعني هنتغدى ايه مع بعض. والسمنه شوفي يا حبايب قلبي على اللبن ما شاء الله. انا جبت بقى الرز بتاعنا، حطيت عليهم اللبن. حطيت في الصينيه الصغيره شويه وفي الصينيه الكبيره شويه، وبدور كده الصينيه بتاعتنا علشان الرز ما يكونش من وسط ايه، فاضي، ما يكونش بقى راح في الجناب وانا بفضي ايه اللبن. لازم ادورها كلها عشان الرز كله يكون في قلب الصينيه من تحت. وفضيت كده اللبن وظبطته وايه. ومعايا كده القشطه يا حبايبي، هنفتحها بقى معانا. بس ايه، الاول هنحط السمنه بتاعتنا، وبعد كده هنحط القشطة بتاعتنا كده يا حبايبي. هنفتحها كده ونحطها. انا هحط هنا علبة ونص، والتانية كده التانية علبة ونص. بس انا هكتر في الكبير ده علشان هو ايه، في شوية رز كتار يعني وكده، علشان تبقى سمينة وحلوة وطرية. وكمان مكترة اللبن عشان يبقى المعمر بتاعنا يكون طري يا حبايب قلبي. انا ما بحبش المعمر يكون نشف، لازم يكون طري وكده. شوفوا ما شاء الله. اللبن سخن مع الحاجات اللي انا هحطها هتبقى حلوة. انا كمان مولعة الفرن بتاعنا وساباه يسخن علشان ادخلهم في الفرن وكده. انا فضيت كيس السمنة فيه، وفضيت كده ايه القشطة كمان. انا هفتح العلبة التانية، هاخد منها كده نصها، وهروح ايه اكمل في الصينية بتاعتنا الصغيرة التانية. حبايب قلبي اللي مشرفينا من خارج مصر ومن جوه مصر، ما نحرمش من تعليقاتكم الجميله اللي مشرفوني دايما، ما نحرمش منكم يا رب. وكده يا حبايب قلبي انا بحط نص القشطه التانية كده. تمام كده، ده الصينيه كده ده كملت. وهسيب بقى الملح اما اخلص بقى الاتنين، علشان ايه، احط الملح كده ايه في الاخر. انا بحط القشطه بتاعتنا كده كلها. بصي انت لو عندك قشطه من اللبن اللي انت بتغليه وشايلاها في الفريزر عادي، حطها بتخلي طعمه جميل. انا مش كان عندي، انا الصراحه كان عندي وعملت بها ايه كماج. قلت ما اروح اشتري بقى ايه القشطه دي واحطها ايه عليها، بتخليها طعمها جميل. وكمان لو في زبادي بتخليها طعمها حكايه ما شاء الله. انا هفضي كده العلبه الاخرانيه على الصينيه دي. حبايب قلبي اللي مشتركش في قناتي ممكن يشترك ويفعل لي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، فضلا ليس امرا. تمام كده، انا بحطها قطع كده علشان وهي بتغلي بتطلع كده، بتبقى فوق على وش الرز يا حبايب قلبي، بتبقى جميلة قوي. يعني عاملة طبقة كده، بتبقى سايحة فيها، وبتبقى عاملة طبقة فوق جميلة ما شاء الله. تمام كده يا حبايبي، انا كده ايه خلصت السمنة والقشطة على المعمر بتاعنا. نجيب بقى ايه الملح بتاعنا. بس انا هحط بقى اظبط السمنة هنا. تمام. وهاخد كمان الحتة التانية احطها في الصينية الكبيرة. تمام كده يا حبايب قلبي، لازم ناخد السمنة كل اللي في الكيس. انا هجيب بقى الملح بتاعنا. انا حماتي بتستعمل الملح يا حبايب قلبي الخشن. انا بحب استعمل عندي الناعم، بس حماتي بتحب تستعمل ده. انا بعمل زي ما هي بتقولي. انا كده طلعت فوق وولعت كمان الفرن، وكمان معانا المعمر بتاعنا يا حبايب قلبي، مستنيه بس الفرن يسخن. انا مولعه الفرن بتاعه وفرن سلفتي، بحط واحد هنا وواحد هنا.
ده كده انا حاطاه كده في الفرن الاولاني وسايباه بقى علشان يغلي، ومهديه النار من الجناب علشان الوش ما يتحرقش، ومهديه من تحت. وفي الفرن التاني نفس النظام يا حبايب قلبي كده. هي كده غلت معانا اهي خالص، وهنسيبها بقى. ههد عليها بقى يا حبايب قلبي علشان ايه يستوي بقى معانا. هي كده غلت ونشفت اهي، هدخلها بقى واسيبها كده ايه عما